يا ترى ايه دور التكنولوجيا في اللي بيحصل اليومين دول؟ نسمع عن القنابل الفراغية، القنابل الارتجاجية، صعد الطائرات، وكمان لاختراق الأنفاق سمعنا عن غاز الأعصاب والقنابل الإسفنجية. حلقة مهمة جدا اليومين دول، وهقول لكم ليه كمان شوية، وهتكتشف معايا ان الموضوع أكبر من حرب على الأرض. ما خفي أعظم، ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب عن أحدث الأسلحة والتكنولوجيا اللي بنشوفها اليومين دول ما بين اللي ما بتسموش وإخواتنا. ونبدأ بالفوسفور الأبيض. دي شكل قنابل الفوسفور الأبيض، بتعمل دخان لونه أبيض وريحتها زي التوم. القنابل دي بتشتغل لما بتتفاعل مع الأكسجين، وبتطلع غاز لما بتستنشقه بيعمل تقرحات في الرئتين وبيدوب الجلد وتحس باختناق لحد الموت. طبقا للقوانين هي مش محرم استخدامها دوليا، لكن في شروط لاستخدامها، يعني ما ينفعش استخدمها في اماكن مزدحمة بالسكان وكمان فيها مدنيين، والكلام ده حسب قانون اتعمل سنة 1983. طبعا زي ما كلنا عارفين ان هم ما بيعترفوش باي قوانين، استخدموها اليومين دول واستخدموها كمان في 2008 و2009. الكلام ده دلوقتي مهم خصيصا ليه بقى؟ لان توثيق الحاجات دي بالفيديوهات والصور مهم جدا. شفنا كتير قبل كده في حروب زي رواندا وغيرها ناس اتحكمت كمجرمين حرب. الدليل مهم جدا هنا. وبيستخدموا كمان انواع قنابل كتيرة، منها القنابل الفراغية، ودي عالية التدمير، بتمتص الاكسجين بسرعة من الهواء وتعمل حاجة من اسمها كده الفراغ الهوائي، ويحصل حاجة اسمها الانفجار العكسي، الحاجة تنفجر لجوه بيحصل لها باكلينج، ومعاها كمان يحصل انفجار ضخم. ده حرفيا ممكن يمزق الاشياء، يدمر المباني، يعمل انفجار شديد، وتعمل كرة نارية بدرجة حرارة 3000 درجة مئوية. انتم متخيلين؟ دي ضعف درجة الحرارة اللي بتطلع من القنابل العادية. وفي كمان القنابل الارتجاجية، ودي عكس القنابل الفراغية. دي يا سيدي بتزود الضغط بشكل مفاجئ عن طريق انفجار مادة متفجرة بسرعة كبيرة جدا، وبتعمل من اسمها ارتجاجات قوية بتدمر المباني. ودي بتأثر أكتر على أنسجة الجسم وكمان الجهاز السمعي، ده غير إنها بتأثر كمان على الحالة النفسية من صوتها العالي ده غير كمان إنهم ابتدوا يستخدموا أسلحة جديدة زي سلاح التوجيه الدقيق اللي اسمه الأيرون ستينج، وده باستخدام الليزر والجي بي اس، وعن طريق الكمبيوتر تقدر تحدد مكان الهدف ويدمروا بدقة عالية جدا. أما بقى إخواتنا على الناحية التانية، زي ما أنتم عارفين إن الحرب الجوية كانت نقطة ضعف، كنا سايبين لهم الجو يبرطعوا فيه لغاية ما اخترعوا صائد الطائرات. اخترعوا نظام حماية جوي Air Defense System، والطائرات اللي بتنفجر لوحدها والمسيرات اللي بتمشي وتشتغل تحت المية. وبيقولوا كمان انه يستخدموا اسلحة من كوريا الشمالية طراز F7، وصاروخ بولسي اللي بيستخدم ضد الدبابات، والاهم من ده كله المنظومة الالكترونية اللي بتشوش على القبة الحديدية. لكن وزي ما انتم شايفين ان العالم كله ضدهم، ومعاهم اقوى دولة في العالم، وحدة دلتا الامريكية المسؤولة عن تحرير الرهائن في طريقها لهناك، ودي بتتكون من 2000 جندي من أعلى الجنود تدريب في أمريكا. تخيلوا بدأوا أول عملية في 1980 في إيران اللي كان اسمها مخلب النسر لتحرير الرهائن، والمهمة فشلت. لكن في سنة 1993 كانت تاني مهمة في الصومال لتحرير الرهائن وبرضه فشلت. أما بقى في 2001 في تورا بورا في أفغانستان فشلت لثالث مرة. وبالنسبة للتغلب على الأنفاق اللي عامله لهم صداع، بيفكروا حاليا في حاجة اسمها غاز الأعصاب، وده عبارة عن غاز بيضخ داخل الأنفاق يخدر أعصاب كل اللي تحت. لكن المشكلة إن الأنفاق هناك طويلة جدا 500 كيلو، وطبعا مفيش غاز يقدر يضخ في كل المسافة دي. الطريقة التانية ودي جديدة شوية اسمها القنابل الإسفنجية. دي مش زي القنابل العادية اللي بتنفجر، دي بتستخدم في قفل الأنفاق عشان يمنعوا أي حد يطلع من مكانه ويفاجئهم. هي بتطلع رغوة كتير اللي بسرعة بتتحول لحاجة صلبة تسد بيها أي فتحات، وجنودهم بيتدربوا عليها من 2021. القنابل الاسفنجية دي بتبقى في حاوية بلاستيك، جزء معدني ما بين سائلين. اول ما الجندي يشد الجزء المعدني ده، السائلين يتفاعلوا مع بعض ويعملوا الفوم اللي زي الاسفنج اللي بيسد النفق. التركة بقى في الموضوع ده انه خطر، وفي جنود ماتوا اثناء ما بيتدربوا على الحل ده. مهم جدا احنا كافراد نكون فاهمين ابعاد الموضوع ده وايه اللي بيحصل بالظبط. لو انت فاكر ان الحرب بتحصل على الارض بس تبقى غلطان. ده في حرب معلوماتية ضخمة جدا شغالة اليومين دول. تسمع عن مشروع نيمبوس ما بين الميتسموش وجوجل، الغرض منه بقى تزويدهم بمعلومات ومراقبة بيانات اخواتنا، مراقبة الكترونية يعني. تخيلوا تكلفة المشروع ده كام؟ 1200 مليون دولار. ايوه 1.2 مليار دولار.
كان في 88 موظف في جوجل عملوا مظاهرات عشان يرفضوا الاشتراك في المشروع ده. وعلى الناحية التانية في 40 شركة عملت حرب سيبرانية والكترونية عليهم من اللي بيدعموا اخواتنا، ودول عبارة عن هاكرز بيهكروا المواقع الحيوية زي مثلا موقع الشرطة ويطلعوا منه داتا مهمة جدا زي اللي عملته انومينس في الجزائر. ده غير كمان الهجوم على الكليات الأكاديمية وسرقة البيانات، وده أدى إلى توقف أنظمة الكليات بالكامل وخسائرهم كبيرة جدا ومحدش طالع بيقول قد إيه الخسائر. وأخيرا في حرب في التسويق الرقمي، صحيفة ليبراسيون قالت إن الجيران البعد دول عاملين حملة دعائية على السوشيال ميديا بكام؟ ب8 مليون دولار، ودي عبارة عن فيديوهات بتظهر للناس في أوروبا إن هم مظلومين وكيوت، حشد للرأي العام لصالحهم طبعا. 4.6 مليون دولار موجهة من الدعاية بتاعت الفيديوهات دي لفرنسا بس، و3.6 مليون موجهة لبريطانيا وألمانيا. هم عارفين طبعا انه من غيرهم مش هيصمدوا ايام. تخيلوا الحملة دي حتى الآن عملت كم مشاهدة؟ أكتر من مليار مشاهدة. ويجي واحد في الآخر يقول لك هو بوستك ده ليه لازمة وهيفرق في إيه؟ وفي حرب كمان في تأسيس الصحافة اللي بتنقل وجهة نظر واحدة. يعني من الآخر كده هتبص تلقى إن اللي بيحصل على الأرض ده جزء من الصورة الكبيرة، فأوعى تستهون بدورك حتى لو كان صغير جدا، لأنه هيساهم في تغيير الصورة الكبيرة. نروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي اللي قلناها زمان وحاسس إن دلوقتي وقتها. وفقرة الشعر النهاردة من اليمن السعيد، شاعرنا عبد الله البردوني، وأبيات شعر عن التفاؤل والأمل. تعال نسمع بيقول إيه. لا تحسب الأرض عن إنجابها عقرت، لا تحسب الأرض عن إنجابها عقرت، من كل صخر سيأتي للفدا جبل، فالغصن ينبت غصنا حين نقطعه، والليل ينجب صبحا حين يكتمل. ستمطر الأرض يوما رغم شحتها، ومن بطون المآسي يولد الأمل. ستمطر الأرض يوما رغم شحتها، ومن بطون المآسي يولد الأمل.